أسعد الله مساءكم أحبتي بكل خير وفرح وسرور. هاي مثل ما بتشوفوا قدامكم فريكة أحبتي، شايفين كيف؟ وطحنتها بتيجي حجم وسط، لا هي ناعمة ولا هي خشنة كتير. هلأ هاي شو عملت فيها؟ هي طبعا يعني نوعية محترمة ما شاء الله ومنقية، بس رجعت كمان شيكت عليها ونقيتها كتير منيح ما شاء الله عليها. ومن بعدها نقعتها كويس وكبيت عنها المي 3 أدوار مثل ما بنقع الرز. نقعة كتير منيحة، بس إنها أكتر يعني إذا الرز بنقع نص ساعة، هاي خليتها ساعة كاملة منقوعة عشانها فريكة، وانتو تعرفوا الفريكة إنها فيها قوة يعني قوية. وبعدها زي ما انتو بتشوفوا غسلتها وكل إشي ومثل ما بطبخ الرز، بس هاي ما حطيت لها زيت عادي، حطيت لها زيت زيتون وسمنة وقليتها كتير منيح مثل ما انتم بتشوفوا. هيني لسه بقلي فيها، بقلي فيها ومقدار المي مثل الرز، يعني عقلة إصبع مرتفعة عن الفريكة. بس هي قليتها كتير منيح بزيت الزيتون والسمنة، وهلا بدي أحط عليها مية لعند ما تغمرها بزيادة عقلة إصبع ونقولها روحي مع السلامة. شايفين كيف أحبتي؟ هيها. وعاملة جنبها دجاج مشوي وسلطة ولبن وصحتين وألف عافية على قلبكم. بدكم تعملوا جنبها صحن بطاطا مقلية، بدكم تعملوا جنبها صحن هاي أي صحن انتو بتحبوه، مثلا سمبوسة، بدكم تعملوا أشياء تانية. ها شايفين لسه هلأ المية مش عقلة إصبع مرتفعة عنها، بدنا نزيدها. وإذا بتحبوا تعايروا بالكاسة عايروا بالكاسة مثل معيار الرز. شايفين كيف؟ شايفين كيف ما شاء الله تبارك الرحمن. هيها بتغلي، كمان نزيد المي حتى يرتفع عنها مقدار عقلة إصبع، وتمام الأمور هيك تمام التمام. وإذا شفناها بعدين إنها بحاجة للمي بنزيد. هلأ بنخليها هيك تغلي أحبتي على نار عالية لمدة 10 دقايق أو 7 دقايق، حتى أكون دقيقة معكم 7 دقايق. وبعدين بوطي الغاز على الآخر، خليها تستوي شوي شوي على نار رايقة وهادية كتير كتير. هاي فريكة وبتطلع بتشهي القلب، يعني بدها على بعضها نص ساعة مش أكتر. وإن شاء الله تاكلوها بالهناء والشفاء. جربوها ما راح تندموا، راح تنبسطوا كتير. ولسه في عندي الوصفات الكتير، وهاي بنصحكم تعملوا جنبها مش زي سلطة امبارح اللي أنا عملتها ورجيتكم إياها الكبيرة مع الفطر والتفاح والأشياء هاي. لا هاي بدها سلطة ناعمة تكون، وتكلوها بجنبها مع لبن وقطعة الدجاج، راح تنبسطوا عليها كتير كتير. وصحتين وألف عافية. أنا بحب بالفيديوهات أعلمكم الطريقة، ما بيهمني بس أورجيكم بالأخير كيف شكل الطبخة. يعني بحط أحيانا كتير إنه كيف شكل الطبخة بتطلع بالآخر وكل شيء، بس كمان بهمني أشرح لكم عشان تعملوا الإشي ويطلع متقن ومتقن وإشي كتير كتير طيب ومرتب، وتدعوا لي. يعني بعتذر منكم، أنا ما بشهيكم ولكن إني بدلكم على الطريقة. وصحتين وألف عافية. ولا تنسوني من الاشتراك والمتابعة والتعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحكوا لي أحيانا كيف بيطلع شكل الأكل، حلو بيعجبكم انبسطتوا فيه؟ احكوا لي، بهمني أسمع تعليقاتكم أحبتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.